بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب اجعلها جمعة الهنا والسعادة عليكم وعلينا وعلى أمة الإسلام يا رب، ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب، ويشفي أختنا وحبيبتنا هدى رسلان يا رب. كده ادعوا لها يا جماعة بالشفاء والنبي، ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها لولادها بالسلامة يا رب. يا رب يا حبيبة قلبي يا هدى، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، وتقوم كده لولادك بألف سلامة يا حبيبة قلبي. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على النبي. طبعا الروتين اليومي بتاعنا بتاع كل يوم مش ورانا غير نشغل الغسالة ونغسل ونطبخ ونغسل المواعين ونطلع للبط، وهو دوت اللي بنبات فيه بنصبح فيه يا حبايب قلبي، وهو ديت حياتنا ودي عيشتنا ودي بيتنا وشغل بيتنا. هنعمل ايه يعني؟ هنروح نشتغل عند الجيران؟ شغلنا الغسالة كده اول ما صحينا من النوم شغلنا كده على الغسيل زي ما انتم شايفين كده. وهنشوف بقى، كنت عاملة شوية محشي حلبيات، شوية محشي كرنب بسيطين كده، يعني حاجة بسيطة على قدنا، وحبة محشي كوسة برضه، يعني رضيت جميع الأطراف. عملت محشي كوسة وعلى فلفل، واللهم صل على النبي، وعملنا شوية كرنب كده كان عندي في الفريزر، كان كيس وحيد كده في الفريزر كرنب، قلت اما اطلعه بقى اعمله. فعملتهم صراحة بالليل على بيات، يعني إن اليوم قصير ومفيش وقت على الناس، ما بتقوم من النوم بتفطر وبتشرب الشاي، كان الظهر قد. هنا بقى كنت غسلت الأبيض وشطفته وحطيته يتزهر كده في الغسالة زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كنا بنلم الأكل دوت للطيور زي ما انتم شايفين بقى، والبواقي بتاعة الصينية وتفل الشاي وهري العيش والكلام ده كله بنلمه للبطن، ما بنرميش حاجة صراحة، مفيش حاجة عندي بتترمى. حتى قشر البصل قشر البطاطس كل دوت بحطه برضو زي ما انتم شايفين في الجردل ده. الجردل ده بحوش فيه كده طول النهار، واخر النهار اخده واطلع بقى على السطح نلف في شوية سرس او شوية رجيع على حسب ما بتسمم. السرس بقى اللي هو بتاع الرز دوت، اما بنبيضه بنطلع منه السرس بتاعه او الرجيع بنطلعه بقى بناخده للطيور وكده. هنا بقى فضينا كده الدنيا روقناها اهوت، ولمينا دوت هنطلعه بره كده قدام باب الشقة عشان ايه نبقى نطلع بقى على السطح. المهم ان احنا بنروق في المطبخ بقى عشان نمسح ونطبخ ونروق الدنيا كده، ولازم الشغل يكون فيه نظام. ده فول كده كنت نقعاه في ميه سخنه عشان ابقى ادمسه اخر النهار. تحط له طماطمايه ونص ليمونه ومعلقه، حوالي معلقه خل وحوالي نص معلقه سكر، بس مش اكتر من كده، وشويه عدس. ما عندكيش عدس حط شويه فول مدشوش، وبتولعي عليه وبتعمليه بيبقوا زي العسل. لسه يا احمد اصبر شويه يا احمد 5 دقايق. هنا بقى كنت ولعت على محشي الكرنب، وكنت اللهم صل على النبي مولعة على ايه تاني مش عارفة والله ما انا عارفة. هنا بقى نغسل بقى المواعين، فضيناها كده بقى وروقنا الدنيا اهو، خلينا الدنيا زي الفل. محطش طبعا المواعين في الحوض وهي فيها بواقي اكل عشان ما تكتمش ايه الصرف. لازم تفضي مواعينك حلو كده وتشطفيها، وبعد كده بقى تجهزها على الغسيل تبقى نظيفة يعني، متبهدلش ليك الحوض والحوض يتكتم والدنيا تتبهدل عليك. اللهم صل على النبي. كنت هقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا كده بقى شغلنا الغسالة وانتهينا منها، وظهرنا الهدوم البيضة، ولمينا الهدوم بقى طلعناها على البلكونة عشان نبقى اما اخلص بقى خالص على رواقة كده ابقى اروح انشرها بقى، لان كده كده بتنشر على بيات ما بتلموش بقى في نفس اليوم، لان طبعا اليوم قصر وكده فما عادش الغسيل بينهض ينشف. هما طالعين معصورين من الغسالة وكل حاجة، بس برضو ما بنهضوش انهم ينشفوا، ما عادش زي الاول. فكده كده هيباتوا بقى، انشرهم اخر النهار بقى براحتي، يعني لو نشرتهم المغرب ما فيش مشكلة، لانهم كده كده هيباتوا يعني. لا اله الا الله. قلنا شوية محشي بقى يا جماعة النهاردة يستاهلوا بقكم في الساعة ديت، هو من هنا ورايح كده ما ينفعش بقى الا اكل المحشي والعدس، لو ان العدس يعني صراحة ما بحبوش، تقيل على قلبي، بس يلا هنعمل ايه بقى مضطرين. العدس دي ما بحبوش خالص والله، بس باكل غصب عني، يلا هنعمل ايه؟ هنروح منه فين؟ مفيش مفر. بس مش هنقضيها محشي على طول، يعني لازم هيبقى يوم عدس ويوم محشي، والدنيا كده يوم يوم كده ويوم كده وبتمشي. هنا بقى كانت الكوسة لازم بعملها في الفرن، رصيتها كده في الصينية وغالية شوربة، دي كانت عندي في الفريزر، طلعتها غليتها واخد منها بقى عيد للمحشي وعيد الكوسة، يعني احط لها واغليها شوية بقى على البوتاجاز، وبقوم ادخلها فرن البوتاجاز او فرن غاز حسب اللي موجود عندي.
هنا بقى دي مقطع الغسالة والهدوم قدامها والدنيا متبهدلة. معايا هنا بقى الفرخة اهي، قدحت لها نقطة زيت، حطيت فيها فص حبهان وفص مستكة بس. بعد كده بقى تحط اللي هي الفراخ بتاعتك مغسولة وكانت منقوعة ومشطوفة وزي الفل. بصلاية بقى وطماطماية، قرن فلفل حامي حسب ما انت عايزة تحطي بقى، شوية ملح، شوية فلفل اسود، ورقتين لوري، وتلمي الريم بتاعها وتوطي عليها وتسيبها بتاخدش ربع ساعة وتقومي طافية عليها. انا صراحة قلت مش هينفع مع المحشي الا فراخ او بط، جيت اجيب البط لقيت البط حدانا لسه صغير فما ينفعش انه يتذبح، فجبنا بقى فراخ بيض، قلنا هي اللي هتمشي النهارده، وصراحة احنا بنحبها يعني. دي معايا بصلية بقى كده بخرطها وبشوح الفرخة بفص مستكة وفص حبهان بقى مخلي ريحتها جميلة. هنا بقى كان الغدا بتاعنا خلص اهوت زي ما انتوا شايفين، دلقت بقى محشي الكوسة على محشي الكرنب، وعملت طبقين سلطة كده وعلى وشهم شوية مخلل لفت وطبقين شوربة وكده، اتغدينا والحمد لله. وطلعت بقى اخر حاجة خالص طلعت انشر الغسيل. وكده يا حبايبي بقى الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش اللايكات عشان شوية الغسيل اللي زي العسل دول. وبحبكم في الله، ومع ألف سلامة وفي رعاية الله حبايب قلبي، مع ألف ألف سلامة. مع السلامة.